لو انتوا زي كتير من الناس نفسكم يخسوا دهون ويحافظوا على شكل جسمهم، يبقى الفيديو ده ليكم. النهارده هوثق لكم رحلتي من النزول من الشكل ده 120 كيلو للشكل ده 102 كيلو، والكلام ده كان في 30 يوم بس. فالنهارده هديكوا خطه تتبعوها لمده 30 يوم هتوصلكم للجسم المثالي والجسم اللي انتوا بتحلموا بيه. فجاهزين؟ يلا بينا. خلينا نقسم الحلقه دي لاربع اجزاء مهمين جدا، ما ينفعش نطلع بره الاربع اجزاء دول ولازم ننتظم عليهم. اول جزء معانا وهو التغذيه. لازم تبعد تماما عن اي سكريات، ولو انت شخص بيحب السكريات وما انتش عايز تبعد عن السكريات يبقى ممكن تستخدم السكر الدايت عادي او العسل الابيض، بس تتاكد ان العسل نضيف مش سكر. وتاني حاجه لازم تبعد عن اي اكل تماما انت ممكن تجيبه من بره. لازم تهتم بالاكل البيتي اللي انت هتعمله، زي مثلا انك هتهتم بالبروتينات. لازم البروتين بتاعك يكون عالي، زي مثلا صدور الفراخ، السمك، التونه، اللحمه، كل دي بروتينات طبيعيه ولازم اكلها في البيت. والنشويات طبعا مش هينفع نمنعها، لان ما ينفعش نمنع النشويات اثناء الدايت. الهرم الغذائي بتاعك لازم يكون مكون من 3 عناصر: بروتينات وكربوهيدرات ودهون صحيه، علشان جسمك يبدا يحرق ويستمر في الحرق. الكربوهيدرات اللي انت هتدخلها بطاطا، زي البطاطس، زي الشوفان، كل دي مصادر كربوهيدرات ممكن تدخلها بس بنسب خفيفه جدا وجسمك هيفضل يحرق عادي مفيش مشكله. الدهون الصحيه زي الفول السوداني، زي زيت الزيتون، زي المكسرات، كل دي دهون صحيه لازم نمشي عليها. فانت كده عندك هرم غذائي لازم تكون ماشي عليه: دهون صحيه، بروتينات بنسبه عاليه، كربوهيدرات بنسبه خفيفه، ويستحسن تبقى ماشي بنظام الكارب سايكل. انا كنت ماشي بنظام الكارب سايكل. الكارب سايكل ده اللي هو مثلا ماشي مثلا يوم كارب عالي، يوم الكارب مثلا بتاعي يكون هادي شويه ما يكونش عالي، يوم مثلا يكون وسط، يوم يبقى زيرو. كده الجسم مش عارف انت بتعمل له ايه، لان الجسم لما بيعرف انت بتعمل ايه بيبدا يحاربك وما بيكونش عايز ينزل. فهنا لو مشيت على النظام ده اللي هو الكارب سايكل، جسمك مش هيكون عارف انت بتعمل له ايه وهتنزل بشكل سريع. تاني نقطه معانا التمرين. لو انتم مش عايزين تنزلوا جيم ممكن تخسوا عادي في البيت، مفيش اي مشكله، بس هتهتموا بشويه حاجات هتعملوهم في البيت او هتعملوهم في الجيم. مبدئيا تمارين الكارديو. تمارين الكارديو دي اللي هي اي حاجه بتعلي نبضات قلبي عن الطبيعي، هي دي الحاجه الوحيده اللي بتحرق سعرات حراريه بشكل كبير، فلازم اهتم بيها. ويفضل العب الكارديو بتاعي على الريق، على معده فاضيه، اكون صاحي من النوم والعب الكارديو بتاعي من 30 دقيقه ل 40 دقيقه يوميا، وساعات هيوصل لساعه. طب العب في البيت كارديو على الريق ازاي؟ ممكن مثلا العب نط الحبل، جري في المكان، او هلعب بطن، او اي تمارين بترفع معدل نبضات قلبي عن الشكل الطبيعي. فهنا جسمي بيحرق اكتر عن الشكل الطبيعي لما اكون واكل وجبه او 2. ليه؟ لان جسمك بيكون فاضي، ما بتكونش واكل اي حاجه قبلها ب8 ساعات او 10 ساعات، فما بيكونش في نسبه اكل في جسمك خالص، فجسمك بيبدا يستخدم الدهون اللي عندك كطاقه، وده بيكون اسرع بكتير من انك تكون بتتمرن في نص اليوم وتكون واكل اي وجبه. تمارين المقاومه مهمه جدا لازم تمشوا عليها برضو. لو انتوا بتنزلوا جيم مثلا هتلعبوا 3 ايام، هتلعبوا مثلا بوش بول ليج، ممكن تلعب كل يوم عضله عادي، بس اهم حاجه عندي اهتم بتمارين الكارديو سواء في البيت او سواء في الجيم. طب لو ما عنديش وقت ان انا العب كارديو على الريق، ممكن العب الكارديو بتاعي بعد التمرين على المشايه لمده 40 دقيقه، وهتوصل معايا لساعه، او على العجله او على اي جهاز بيحرق معايا بشكل كبير. تالت حاجه معانا هي شرب الميه. لازم تهتم بشرب الميه كويس جدا، لان لما بتشرب ميه جسمك بيبدا يفقد الميه المتخزنه تحت الجلد، وجسمك بيبدا يشد وبيبقى شكلك احسن بكتير. اولا الميه هتديك طاقه اثناء التمرين وهتخليك تقدر تكمل، مش هتحس بدوخه وهتحس بباور كبير جدا، لان العضلات 75% منها ميه، فبالتالي هيبقى في عندك باور، العضلات بتاعتكم هتكون منفوشه وهيكون عندكم طاقه ان انتوا تقدروا تتمرنوا. النقطه الرابعه هي النوم والراحه. لازم تنام في الليل مش اقل من 7 ساعات الى 8 ساعات، لان جسمك بيبدا يجدد طاقته ويبدا يحرق الدهون لما بتنام. جسمك مش بيحرق دهون في الجيم، بالعكس جسمك بيحرق دهون لما بتنام، فبالتالي لازم تهتم بالنوم بتاعك ويكون افضل في الليل. قله النوم ممكن تخليك تحس بدوخه وتخليك تاكل كتير، وده هيأثر عليك سلبيا في التمرين والتغذيه. اهتم دايما بالنوم. يبقى معانا 4 مراحل لازم نمشي عليهم عشان نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها في اسرع شكل. اول حاجه التغذيه، تاني حاجه التمرين، تالت حاجه شرب الميه اثناء التمرين او على مدار اليوم، رابع حاجه الراحه والنوم. بس يا جماعه ودي كانت حلقه النهارده، اتمنى ان هي تعجبكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتكتب لي في الكومنت محتاج فيديوهات عن ايه تاني، علشان هعمل لكم فيديوهات يوميا تعرفكم ازاي تخسوا دهون وازاي تبنوا عضلات. ولو انتم مش عايزين تنزلوا الجيم هعمل لكم تمارين في البيت، اكتبوا لي في الكومنت محتاجين تمارين عن ايه.